السلام عليكم. تعالي اقولك على وصفة خطيرة من وصفات العيد. لو عملتيها مرة مش هتبطلي تعمليها. كبير وصغير هيحبها ويعشقها، وانتي كمان، لانها بس مش مجرد طعم خطير وشكل يفتح النفس، لا دي كمان اقتصادية. بنص لحمة بس مفروم هنعمل احلى عرق لحمة كداب، ودي احلى كدبة اخترعتها. لو جربتي بقى الوصفة هتعجبك جدا. بس لو عجبتك الوصفة ما تنسيش اللايك والشير على صفحتك ولكل اصحابك، لانك اكيد هتحتاجيها في العيد. بصي بقى الجبنة بتبص ازاي، شكلها وطعمها تحفة. ولادك بجد هيعشقوها وهتعجبك بإذن الله. جربيها على ضمانتي. يلا بينا نسمي بالله ونشوف عملت ايه. معايا في الكبة هنا بصلاية متوسطة، ومعايا قرن فلفل أخضر، وحتة كده من الفلفل الأحمر. حابة تحطي حامي براحتك. حطيت نص كيلو بس من اللحمة المفرومة، ومعلقة واحدة بس من اللي الضاني، او الدوش الموجود عندك حطيه، مش موجود عندك حاجة منهم حطي معلقة كبيرة من السمنة البلدي. ضفت كمان تفل البصل والفلفل بعد ما صفيتهم كويس من المية. وضفت البهارات. بهارات عندي بسيطة، معلقة صغيرة من الثوم البودرة، وبهارات اللحمة أو السبع بهارات، معلقة صغيرة من الملح والبابريكا، نص معلقة صغيرة من الجنزبيل المطحون والفلفل الأسود، وكمان حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من بهارات الكفتة، ورشة كده من جوز الطيب، وكمان حزمة من البقدونس. حطيت رغيف من العيش الفينو أو 3 معالق من البقسماط المطحون. اضربي كويس في الكبة لحد ما تتجمع كلها في جنب واحد، وتلاقي من اللحمة ورقة كده كأنها الزبدة مطلعة خيوط. دهنتها بالزيت وبليت ايدي بخفيف كده من المية، وابتديت افردها على ورقة الزبدة. ويا سلام بقى لو عندك منديل او طرب، للناس اللي بتحب المنديل او بتحب الطرب، ممكن نفرد عليها اللحمة دي او العرق ده بدل ورق الزبدة. كمان حطيت بقى جبنة موتزاريلا، الجبنة اللي عندك، ومشكل جبن. حطيت على الجبنة رشة من الزعتر ورشة من البابريكا المدخنة. ابتديت أرله كده زي ما بنعمل السويس رول بالظبط. بصي بقيت ألف واتكي كده من الجناب، ظبطي الشكل. وبعدين قلبته على الناحية التانية، وهبتدي أقفله من تحت زي ما انت شايفة كده بإيديا. هيتقفل معاكي ما تقلقيش بكل سهولة. أهم حاجة تقفلي من الجناب كويس عشان الجبنة ما تطلعش. هنا ورق الزبدة بتاعي ما كانش أحسن حاجة، فلفيته عادي في ورقة فويل. دخلته الفريزر من ربع ساعة لتلت ساعة كده على ما حضرت الخضار. ويلا نجهز الخضار. معايا هنا بطاطس. الخضار الكمية اللي انت عايزاها حطيها، بس انصحك كتري لان بيبقى طعمه حلو قوي. انا قطعت البطاطس زي ما شفتي كده بالقطاعة، والبصل قطعت كله تقريبا متوسط. يعني السمك بتاعه متوسط، ما تقطعيش تخين عشان يبقى حلو في السوا. قطعتهم ورصيتهم كده بالتبادل، واحدة بطاطس وبعدين بصل وبعدين طماطم. ابتديت رصيت كل الصينية. حطيت بس فيها من تحت رشة كده من الزيت. ومعايا كمان بصلاية مقطعاها ناعم، ودعكاها برشة من الملح والفلفل. حطيتها تحت في الصينية، وبعدين ابتديت ارص الخضار زي ما شفتي. جيبي بولة وحطيت فيها معلقتين من الصلصة، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقة من السمنة، ورشة كده من الملح والفلفل. وحطيت لها بقى كمون كزبرة وشطة، نص معلقة من كل حاجة، مكعب مرقة، وكوباية من المية المغلية، وقلبتها كويس جدا. حطيت كمان 3 معالق من الزيت كده. قلبت كله كويس، وبعدين نزلت بيها على الخضار بتاعي. حطي بقى قرون فلفل حامي بارد براحتك. ممكن تحطي كمان فلفل الوان لو عندك. وبعد كده جبت الشبكة بتاعتي دهنتها كويس بالزيت. لازم تدهنيها بالزيت عشان بعد كده اما تيجي تشيلي العرق دوت ما يلزقش في الشبكة. عادي ممكن لو انت خايفة ان هو يفك، بس هو عمره ما هيفك معاكي، ما تقلقيش طالما حطيناه واتشمع في الفريزر. ممكن تحطيه بورقة الفويل، بس بصراحة انا بحب احطه كده عشان استفيد من اي صوص هينزل منه. اخد كل الطعم الحلو بقى ينزل في الخضار. وتعالي بقى اقولك على سر اللون التحفة اللي شفتيه في اول الفيديو، او سر اي عرق لحمة ولونها الحلو اللي بتلاقيه في اي مطعم. ده بسبب خلطة بسيطة قوي هقولها لك. احنا بندهن وشه بمعلقة كبيرة من الصلصة والكاتشب والصويا صوص والزيت، بس كده. اخلطي كل المكونات مع بعض وادهني بقى بيها العرق بتاعك. وسيبي باقي الخلطة عشان هنحتاجوها. انا في الوقت ده
فاتحة الفرن على أعلى درجة حرارة، والشبكة على أول رف للفرن من تحت. وهدخلها الفرن نص ساعة وبعدين هنشوف عملت ايه. تعالى اقولك بقى على حبة رز بتكتين تحفة جدا. وهعمل معاكي رز ابيض بالمستكة. حطيت في الحلة دي حبة زيت ونزلت بفصين 3 من المستكة، سبتهم لما ساحوا خالص. شوحت الرز كويس جدا. وبعد كده نزلت بالمية المغلية تكون اعلى بعقلة صباع، وحطيت معلقة كده من الملح وقلبتها وسبته بقى لما تشرب. بعد ما يتشرب بزوده بربع كوباية من اللبن، ويا ريت لو بقى فيه وش قشطة او وش لبن، يعني لبن دسم بيبقى تحفة بيفرق قوي فيه. وحطيت معلقة كبيرة من السمنة البلدي. قلبته بقى وحطيت له الشياطه وهديت على النار وسبته لما يكمل سوا. هتدوقي احلى رز. ده احلى بديل للرز المعمر. ولو عايزاه كمان في الفرن ومستعجله، ممكن بعد ما يستوي بالشكل ده تحطي على وشه حبه قشطه وتحطيه ياخد وش كده. الصينيه بتاعتي طلعت بعد نص ساعه. خلاص كان العرق بتاعي اتشمع من كل الجوانب، ضمنت ان هو مش هينزل اي صوص ولا اي حاجه تاني. غطيت البطاطس ودخلتها تاني الفرن ربع ساعة، ودهنت العرق بتاعي برضو من الخليط وسبته الربع ساعة دي لما تشمع والبطاطس كملت سوا وهي متغطية. وطلعتها زي ما شفتي كده بقى. حطيت لها فحمة هدخنها. لو انت حابة، مش حابة ممكن تستغني عن الخطوة دي، بس هي بتديها طعم حلو جدا. بس كده ابتديت بقى ان انا هقدمه. قطعته زي ما انت شايفة كده. كل واحد بياخد قطعة مع الرز مع البطاطس. بتبقى وجبة مشبعة جدا، مشرفة قوي وهتشرفك قدام ضيوفك. لو وصلتي بقى معايا في الفيديو لحد كده ما تنسيش اللايك وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. صداكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ظنكم بحفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.